مش محتاج تهتم بكل حاجة. خليني أقول لك حاجة مهمة من الأول. مش كل حاجة في حياتك تستاهل اهتمامك. تعبك مش لأنك ضعيف، تعبك لأنك مهتم بالزيادة عن اللزوم. قبل ما نبدأ، اشترك في القناة، لأن الفيديو ده هيغير طريقة تفكيرك، ومش كل الناس محتاجة تسمعه. يعني إيه فن اللامبالاة؟ فن اللامبالاة مش إنك تبقى شخص بارد، ولا إنك تهرب من المسؤولية. فن اللامبالاة يعني إنك تختار تدي اهتمامك لإيه وتسحب اهتمامك من إيه. الطاقة اللي عندك محدودة، ولو وزعتها على كل حاجة هتخلص قبل ما تعيش. المشكلة إنك مهتم بزيادة. إحنا بنتعب لأننا بنفكر في رأي كل الناس، بنحاول نرضي الجميع، بنزعل على حاجات مش في إيدينا. والحقيقة مش كل رأي مهم، مش كل خسارة نهاية، ومش كل مشكلة تستاهل قلقك. اللامبالاة الصح مش غلط. اللامبالاة الصح معناها تهتم باللي يضيف لحياتك، وتسيب اللي يستنزفك. تقبل إن في حاجات مش هتتغير. مش ضعف إنك تسيب، الضعف إنك تفضل متعلق بحاجة بتأذيك. اختار معاركك. مش لازم ترد على كل كلمة، تثبت نفسك لكل حد، تدخل كل نقاش. في معارك كسبانها الحقيقي إنك ما تدخلهاش. الهدوء مش خسارة، الهدوء قوة. ركز على اللي في إيدك. في حاجات، رأي الناس، الماضي، تصرفات غيرك، دي مش في إيدك. وفي حاجات، قراراتك، حدودك، رد فعلك، دي مسؤوليتك. فن اللامبالاة إنك تفرق بينهم. الخلاصة، راحة بالك أولى. مش لازم تبقى مثالي، ولا محبوب من الكل، ولا صح دايما. كفاية تبقى صادق مع نفسك، محافظ على طاقتك، وبتختار نفسك أحيانا. في النهاية، اختار اللي يهمك بجد. لو حسيت إن الكلام ده لمسك، اعرف إنك بدأت تفهم. اشترك في القناة علشان يوصلك محتوى يساعدك تفهم نفسك وتعيش اهدى، وتبطل تستهلك روحك في الفاضي. اكتب في التعليقات ايه أكتر حاجة ناوي تبطل تهتم بيها.